بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، أيها الأحبة الكرام من كل مكان، متابعين مشاهدين عبر قنوات السي، وإياكم مباشرة إلى العاصمة المغربية الرباط. الليلة أنت أمام أصحاب الأرقام الاستثنائية، 52 لقب قاري وعالمي في تاريخ الفريقين، 28 لقب للريال في مقابلها 24 لقب للأهلي. الليلة التاريخ يقدم أبرز أبطاله في كأس العالم 2022. السعودية تجرأت على الأرجنتين لتخطو المغرب، بعد ذلك أكبر الخطوات في مونديال الأمم. وبعد ذلك هل يتجرأ الشياطين الحمر على صاحب العظمة الريال بعد جرأة الهلال من أمام البرازيليين، ويفعلها أبناء مصر من أمام أبناء العاصمة الملكية مدريد؟ لقاء كبير جدا هنا في ملعب مولاي عبد الله بالرباط، الملعب الذي احتضن نهائي كأس الأمم الأفريقية في عام 88، والملعب الذي يحتضن غالب نهائيات كأس العرش هنا في المغرب، وغالب مباريات الذي يبدأ في كرة ملعوبة طويلة إلى الأمام. لكن سوريا رحم الله من مات. لا شك بأننا نتعاطف مع البشر أينما كانوا. الفيفا الذي وضع الأهلي مع كرة الشحات، يلعب كرة طويلة في الأمام، الثنائي في مباراة الليلة. الكرة اللعب للريال الجهة اليسرى لانطلاقة للريال إلى محاولة فيها سقوط، وحكم المباراة يحتسب مخالفة. مباراة تضاف على الغيابات المعروفة مبكرة في صالح الأهلي. المحاولة مقطوعة، واصل الكرة إلى ناتشو، محاولة كثيرا يعود في هذه المباراة. الكرة اللعب الكات اليمين، المحاولة باتجاه لوكا مودريتش. تاريخ كارلو أنشيلوتي الأرقام من تتحدث أن تحصل على ألقاب الدوري في 5 دوريات مختلفة من تسجيل هدف من الأهداف الثلاثة. الكرة اللعب الأوروبية، ريال مدريد من أمام أكبر أبطال القارة، انطلاقة للريال إلى فينيسيوس، وتسديدة لخارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. عدت كرة فينيسيوس للنادي الأهلي. مباراة ممتازة اللعبة إلى منطقة الجزاء، الكرة الثابتة يبتعد فيها عن المتصدر. الكرة للريال في محاولة، رودريجو في فرصة تضيع. رودريجو الكرة مرة أخرى بعد الجزاء لكن مقطوعة، تعود من جديد. الكرة في منطقة الجزاء، الفرصة الأهلاوية، شحات يعدي، يا سلام، حسين الشح. الكرة معه في الجهة اليمنى العرضية، الكرة إلى شحات من الجهة اليمنى، يلعب جهة اليسار إلى التونسي ابن مدينة صفاقس. نجاح ريال عند كامافينجا. فينيسيوس أو ترى للريال، المحاولة هذا لا تخطئ معه أبدا. فينيسيوس يتمكن من تسجيل هدف أول في صالح ريال مدريد، يستغل الخطأ من الدفاع في الأهلي. الريال تغيب عنه الأسماء، لكن اسم أكبر من كل الأسماء. السلام عليكم متابعينا الكرام، مشاهدي قناة ترندي زاد في كل مكان. إن كنت أول مرة تشاهد قناتنا فلا تنسوا أحبابنا في الله الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك على الفيديو حتى يصلكم كل جديد أولا بأول ومن دون عناء البحث عليه. فما رصدنا أن 70% من المتابعين لا تصلهم فيديوهاتنا بسبب عدم الاشتراك في القناة وعدم التفاعل مع الفيديوهات. لذلك فضلا كثيرا منكم اشتركوا في قناتنا ودعمونا بلايك على الفيديو حتى يصلكم كل جديد أولا بأول ومن دون عناء البحث عليه. إذا متابعينا الكرام، وكما عودناكم دائما مع الملاعب الجزائرية الجديدة، واليوم العينا مع ملعب الدويرة الدولي. فكما تشاهدون متابعينا الكرام، الأشغال في الملعب جارية على قدم وساق للانتهاء من كل الأشغال في الملعب. رسميا سيتم الانتهاء من الأشغال العامة في الملعب بداية من الثلاثي الأخير من سنة 2023، وبذلك سيكون ملعب الدويرة جاهزا لاستقبال مختلف الأندية ومختلف المنتخبات الدولية بداية من جانفي 2024 إن شاء الله. تابعوا معنا مشاهدينا الكرام الشاشة العملاقة التي تم تنصيبها في ملعب الدويرة الدولي اليوم. سيكون هذا الملعب محطة لنادي مولودية الجزائر بالعاصمة لاستقبال منافسيه في البطولة الوطنية والبطولة الإفريقية القارية. ومن المرتقب أن يتم
الانتهاء من تركيب كل الكراسي بداية من الثلاثي الثاني من سنة 2023. ستكون هذه الكراسي ذات جودة عالية ورفيعة كما تشاهدون في الصورة أحبابنا في الله، ليكون ملعب الدويرة من أجمل الملاعب التي شيدتها الجزائر في تاريخها إن شاء الله. ومن المرتقب أن يحتضن هذا الملعب كان الجزائر 2025، هذه الكأس التي تنافس المغرب بشدة لاحتضانها في جانفي 2025. لكن الجزائر تحتوي على ملاعب فخمة وذات طراز عالي وبإمكانها احتضان هذه الكأس بكل سهولة. وأنتم متابعينا الكرام، ما رأيكم في البنى التحتية والفخمة التي تملكها الجزائر حاليا؟ هل تستطيع الجزائر احتضان كأس إفريقيا 2025 أم لا؟ شاركونا أحبابنا في الله بآرائكم عن طريق التعليقات، ولا تنسوا مشاهدينا الكرام الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك على الفيديو حتى يصلكم كل جديد على قناتنا أولا بأول ومن دون عناء البحث عليه. قناة ترندي زد، موطن الأخبار الحصرية. تابعونا أحبابنا في الله.